على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة إن شاء الله بإذن الله طريقة عمل الكشري. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. قطعت البصل حلقات زي ما انتوا شايفين كده، وادي الزيت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التقلية يا ولاد خلاص اهي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صلوا على رسول الله. بصفيها كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص التقلية اهي، صفيتها من الزيت. اكمل بقية تنظيفها وحطيتها، اللهم صل على النبي، اهي في مصفى علشان تتصفى اهي زي ما انتم شايفينها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلوا على رسول الله. العدس انا غسلاه ومحضراه وبغلي ميه اهي في الكتل علشان اسلق العدس. هنشوف بقى الزيت اللي انا صفيت منه. بصوا يا جماعه، ادي الشعريه اهي مكان الزيت اللي انا حمرت فيه البصله. ادي الشعريه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. تمام. حطيت الشعريه اهي، بحمرها مكان ما حمرت البصل. تمام اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت اللي انا بحمر فيه ده بقى هستعمله للكشري كله. يعني هحمر الشعريه فيه وهصفيها، واللي هينزل منه بقى هعمل منه شويه الصلصه، والباقي هقلب بيه المكرونه بعد ما تتسلق. صلوا على رسول الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الشعريه اهي، خلي بالكم من خبطة المعلقة دي اهم حاجة. الشعرية انا بستعمل مكرونات حوا كلها جميلة جدا. الشعرية هي هتتحمر وهوريكم هنعمل ايه. صلوا على رسول الله. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. بصوا يا ولاد، الشعريه اهي اتحمرت. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنشيلها. تمام. هنشيلها برضو واصفيها عشان طبعا انا عايزه الزيت زي ما قلت لكم.
عشان الزيت هشتغل بيه بقية الكشري اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بصوا يا جماعه، شعريه هنا انا شلتها. تمام. هحضر بقى المكرونات اللي هسلقها مع بعض. تمام. وادي الميه اللي هسلق فيها المكرونه. الميه حطيتها اهي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وحطيت الملح علشان هسقط فيها بقى المكرونه الشعريه اللي انا محمراها مع الاسباجيتي مع المقصوصه الصغيره. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الميه هتغلي بس يا جماعه، واول ما هتغلي هسقط المكرونه باذن الله. وان شاء الله باذن الله انتوا معايا وهتشوفوا الطريقه دي. لو عملتوها مش هتندموا، والله ما هتندموا. دي طريقه عزة عواد. طبعا اصحابي كلهم كلوا الكشري بتاعي وكلهم حابين الطريقه وحابين الطعم، وهتشوفوا ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا. بصوا شكل التقليه اللي اتحمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عسل اهي اهي، عسلية عسلية 100. هنستنى المية هتغلي اهي وخليكم معايا هتشوفوا المكرونة وانا بسقطها. انا الكشري ما بعملش فيه رز، بعمله مكرونات سباكيتي وشعريه ومقصوصه صغيره، وبعمل عدس بجبه بس العدس بسلقه لوحده، وبعمل حمص برضو بسلقه لوحده، وبعمل الصلصه. انا ما بحبش التوابل، يعني انا توابلي الملح، الفلفل الاسمر، الكمون، الشطه، الكزبره فقط لا غير. ما بستعملش اي توابل تاني. انا ما بحبش طعم التوابل في الاكل، وهتجربوا وهتشوفوا. يا ريتكم تيجوا كلكم عندنا النهارده تاكلوا كشري. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه غليت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي المكرونات كلها قدامكم اهيات. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تبارك الله. صلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ادي المكرونات كلها اهي. هي دي مكرونات الكشري.
خليكوا مع طريقتي ومش هتندموا، مش هتندموا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المكرونات اهي كلها مع بعضها، كلها مع بعضها. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه، نفس الحله اللي عملت فيها دي تقليه، اللي عملت فيها التقليه هي نفس الحله اللي حمرت فيها المكرونه الشعريه، هي نفس الحله اللي انا بسلق فيها المكرونات كلها اهي قدامكم اهي. بسم الله ما شاء الله، صلوا على رسول الله. دي تقليه، دي تقليه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على رسول الله. بسم الله ما شاء الله. ده شوية زيت من اللي انا كنت شايلاهم من مطرح تحمير البصل وتحمير الشعرية. تمام. بحط كم معلقة صلصة كده وبحورهم كده علشان اطلع منهم المادة الحافظة. تمام. وبعدين معلش بحط معلقة سكر عشان الحموضة. تمام. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على رسول الله. قلبنا كده والمادة الحافظة طلعت منهم. اجيب بقى الطماطم اللي انا مجهزاها وكنت شايلاها في الفريزر. تمام. دي كنت مجهزاها وشايلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبها بقى هتتسبك واروح زايداها شويه ميه صغيرين بعد ما تتسبك عشان ما تبقاش حاضه. تمام. وهنا دي اهي الكشري بعد ما صفيت المكرونات اهي وقلبتها بشويه زيت من اللي انا كنت شايلاه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ماشي. وده الحمص يتسلق كده بقى. تمام. سلق اهو.
هنعمل ايه؟ هنحط له شويه ملح. هنا هنحط الملح. البهارات بتاعتي بقى انا قلت لكم ان انا ما بستعملش الا ملح وشطه وكمون. ادي الكمون. الكمون ده طبعا روح الكشري. تمام. ادي الكمون اهو. وهعمل الشطه لوحدها. وبالنسبه للحله دي فيها دقه. دي الدقه دي عباره عن ايه؟ عن توم ني وليمون وخل وملح. بس بلونها كده بمعلقه صلصه بس. وادي شويه كمون للدقه برضو. وهحطها تغلي. نحط فيها برضو ندعة زيت. برضو ده الزيت ده، كل الزيت ده اللي انا كنت شايلاه من تحمير البصل. وادي العدس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنقلب منه جزء هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اهي. دي الدقة يا جماعة. دي الصلصة هتتسبك وهزيدها شوية مية. تمام. والحمص هناك اهو. والتقلية اهي. تمام. والكشري اهو. والف هنا وشفا للي هياكلوه. وطبعا انا كنت عايزة اغرف اوريكم، بس لو حد معايا يصور كنت خليته صور لي بعد الغرف. اغرفوا انتوا بقى وشوفوا المنظر ودوقوا الطعم وبألف هنا وشفا. وانا اتشرفت بيكم. انا عزة عواد. انا عندي 60 سنة لسه خارجة على المعاش، وقلت اجرب. قلت اوريكم طريقة عمل الكشري يمكن تعجبكم وتدعوا لي دعوة. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلوا على رسول الله وعليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا ولاد،
بصوا يا حبايب، اهو ده بقى الكشري، المكرونات بعد ما صفيتها اهي، جميلة 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 جميلة. مش عايزة اقول لكم على طعمها، خرافة خرافة. انا بقى دلوقتي بسلق العدس اهو، تمام، وبسلق الحمص اهو. ده الحمص اهو بسلقه، وده العدس. العدس غسلته ونقعته 10 دقايق، تمام. والحمص ده انا نقعه من امبارح بالليل وغسلته تاني وبسلقه اهو، تمام كده. مش هيبقى ده هيتسلق وده هيتسلق، ماشي. بقلب العدس ده على المكرونات، تمام، والحمص بحطه فوق الوش. ولسه بقى هعمل الصلصة وهعمل الدقة. بعد ما دول يتسلقوا هعمل لكم الصلصة والدقة. صلوا على رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول. ده الشكل النهائي لطبق الكشري. ادي الكشري وادي الصلصة. وانا الطريقة بتاعتي دي طريقة جديدة، انا محدش عملها ابدا. دي كشري على طريقة عزة عواد. طبعا انا وريتكم انا عملته ازاي ووريتكم الخطوات. انا ما بحطش في الكشري رز عشان بيبقى خفيف. يعني هو عبارة عن عدس بجبة، مكرونة شعرية، مكرونة مقصوصة، مكرونة سباكيتي، حمص. الصلصة عادية خالص. انا وريتكم طبعا الطريقة. وانا متشكرة لكم جدا، وانا بحبكم في الله. عايزة منكم بقى دعم كده كويس. يا ريت تعملوا لي اشتراك للقناة وتعملوا لي لايك. وانا يعني بحبكم كلكم، وكنت سعيدة ان انا معاكم. انا اول مرة انزل بفيديو، ويا رب ما يكونش اخر مرة، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احلى. عندي افكار حلوة وعندي طريقتي في الاكل، الحمد لله بشهادة الناس كلها ان اكلي حلو، والحمد لله. ربنا يصلح بين ايديكم، واشوفكم على الف خير. وانا اتشرفت بيكم، وما تنسنوش في اللايك والشير والاشتراك. شكرا جزيلا ليكم، وبحبكم في الله، وصلوا على رسول الله.